السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. البط بتاعنا هوت ما شاء الله الحمد لله. العلاج بتاعنا جاب نتيجة من أول يوم. أول ما طلع من تحت البطة كان في بط منه بيموت. في مات تحت البطة نفسها، أنا ما شفتوش يعني، لقيته ميت في البيضة. أو فائس يعني مطلع من نص القشرة كده وبرده ميت جواها. او بطايه واحده بس، يعني هما كانوا طالعين 5 بطات. واحده فيهم زي ما وريتها لكم كده في الفيديو اللي فات، فضلت تتقلب وتتطوح وماتت. في كل الاحوال قلنا هنتعالج ازاي، هنعالجه ازاي عشان ما نعيدش الكلام تاني. الحمد لله بقى زي الفل وتمام، وخد ال4 ايام اللي فاتوا العلاج اللي احنا قلنا عليه في الفيديو اللي فات، 4 ايام كاملين. نوعين من العلاج، عالجنا التهاب الكبد الوبائي، وعالجنا على اساس ممكن يكون فيروس نيوكاسل او ايا كان الفيروس. تمام. عالجنا الاتنين دول وما شاء الله اللهم اكبر، البط زي الورد. في بقى ظهرت مشكلة تانية عند البط، وهي الاسهال. اسهال رغوي كده، شكله غريب. بصي، اسهالات البط كلها عامة، مدام مش اسهال اخضر ولا اسهال احمر، اي اسهال تاني عند البط علاجه سهل وبسيط جدا جدا جدا. هنتكلم برضو عن الاكل بالنسبة للبطات دول. طبعا البط ده نوعه ايه؟ الناس اللي بتشوفني لأول مرة، ده بط مسكوفي جيل تاني. يعني ايه؟ يعني ده ابوه مسكوفي وامه مسكوفي. انا كنت مربية جيل بط مسكوفي، ده ربيته معاكم على القناة هنا، واسسنا البط بحيث ان هو يبيض بسرعة، وما شاء الله فعلا البط بيض على 5 شهور او يمكن اقل كمان. بطتين كانوا بيبيضوا كل حاجة وبيضوا لي بكمية بيض كويسة. الذكر كان ما شاء الله حلو وكل حاجة. بس اللي حصل انه انا بعد ما البطتين رقدوا مع بعض لقيتهم هيبوظوا البيض. ففي واحدة فيهم انا كنت مربية 2، ليه؟ انا كده كده عايزة واحدة. كنت مربية 2 على اساس ان لو واحدة فيهم ما نفعتش التانية تنفع، يعني واحدة ما رقدتش التانية ترقد. عشان الناس اللي بتقول طب لا انا لو اشتريت بط من بره من المزارع ممكن ما يرقدش، لا عادي، في بيرقد. دي بطه هي وما شاء الله رقدت، وانا عملت لكم فيديو بيها وشفتوها وهي راقده. بطه مسكوفي صافي، اللي هو الار 41 ده نوعه كده، بط مسكوفي ار 41. المهم فجت واحدة فيهم رقدت، والتانية باضت وقطعت ورجعت باضت تاني. فانا نقلتها في مكان تاني لوحدها هي والذكر، وسبت اللي رقدت لوحدها زي ما وريتكم بالتفاصيل كده. لو عايزه تشوفي البطه لما رقدت وحطت تحتها البيض اكتبي لي في التعليقات وانا هحط لك الرابط بتاعها. حلو كده تمام. جت البطه اللي انا عزلتها هي والذكر، جالهم التهاب كبد وبائي. تقولي جه ازاي، جه منين؟ الله اعلم، هو قدر ربنا وامرهم كده. البطه تعبت. فانا فكرت ان الفيروس نيوكاسل رجع لها تاني، فاديتها علاج نيوكاسل وسبتها على كده يومين. رجعت لقيتها ميته. عرفت ان انا عالجت غلط. فقعدت ابص في الذكر لقيته عنده نفس الاعراض اللي عندها. ايه الاعراض؟ كان نوما اللي ما يميز بقى ده عن مرض ده عن ده، انه الريش دبلان، والذكر البطه او البطه كانت نايمه على بطنها، تحسي كأنها بتحاول تلزق بطنها في الأرض، نايمة على بطنها على طول. فأنا ذبحت الذكر لحقته لأنه استخسرته صراحة. ما شاء الله كان حاجة عظمة كده. فأنا قلت عشان أتأكد، أنا شكيت إن هو كبد، بس قلت عشان أتأكد وهو للمعرفة وللعلم، ومن الناحية التانية مش عايزة أخسر حاجتي. فذبحته لحقته يعني، وفعلا لما ذبحته لقيت الكبد بتاعه عنده مشاكل، عليه التهاب كبد. فضلت من البطه ايه بقى، فضلوا شويه البيض دول او الحبه البط اللي كانوا تحتيها دول، حصل لها مشاكل كتيره البطه وهي راقده، البيض اتنكش ومش عارف ايه والكلام ده. المهم ربنا رزقنا بالاربعه دول. الاربعه دول زي ما قلت لكم كده عالجناهم من الامراض. النهارده بقى هنعالجهم من ايه؟ من الاسهال. طيب ليه؟ ليه انت بتعملي السلاله دي؟ لان السلاله دي بسم الله ما شاء الله لو صحت يعني وبقت حلوه بتبقى فيها كل مميزات البط. يعني مثلا البط البلدي طعمه جميل مش زي المسكوفي. انا عن نفسي ما بحبش طعم البط المسكوفي. ده بقى البط النوعيه اللي قدامك دي بيبقى طعمه زي البلدي بالظبط. تاني حاجه انه بيكبر بسرعه زي المسكوفي، يعني النتايه بتاعته بتقفل، تقدري تذبحيها على عمر شهرين. فانا حبيت ان انا استفيد بالموضوع ده. بس نصيب برضو ان شاء الله هجيب ذكر تاني مسكوفي باذن الله. هشتريه بقى جاهز مش هربي يعني، عشان يلحق البطه الكبيره اللي عندي.
طيب في ناس تانية بتشتكي كتير قوي انه البط الصغير بتبقى حلوة قوي قوي، بس في الصيف ما بينفعش. في الصيف بيجيله اسهالات كتيرة وبيتكسح، والاسهال ملوش حل وملوش علاج، ومهما اديتيه ادوية ومهما جبتي من البيطري ولا البشري ولا كله مفيش. البط بيسهل بطريقة غبية ليل ونهار. الموضوع سهل وبسيط جدا، وحله انت هتنبهري بيه. مش هتصدقي انه قد ايه حتة قرص رخيص جدا، يعني بأقل من جنيه، يمكن بنص جنيه كمان، هيغنيكي عن كل الأدوية اللي انت جبتيها للبط. والقرص ده لو مشيتي عليه طول دورة البط، كل يومين أو 3 أيام تطحني قرص وتحطيه على المية، إن شاء الله بإذن الله مش هتشوفي إسهال عند البط بتاعك، ويومه هيبقى ب10، والبط هيكبر معاكي من غير أي مشاكل ولا أي حاجة من الحاجات دي كلها. كان عندي بط من نفس نوعية السلالة دي، وكنت مربياه في البلكونة، عشان تعرفوا ان انا جبارة من زمان. والله كانوا 8، كنت مربياهم في البلكونة، وجات لهم مشكلة انه تعبوا. وبعد ما كانوا جمال جدا، فجأة لقيت اسهالات بشعة، زحف للركب، مهما اغير الفرشة تحتهم بتتبل وتتبهدل تاني. البط منظره فظيع، ريش البط زي ما بتقعدوا تقولوا لي كده، ريش البط بايظ او بيعضعض في بعضه، بياكل بعضه. لسه حد كاتب لي في التعليق ده، بتقول لي البط ريشه بياكل ريش بعضه وعنده اسهال ملوش علاج. عارفين الحل ده كله في ايه؟ قرص فلاجيل بشري، قرص فلاجيل 500 بشري. بس هتجيبي قرص فلاجيل 500 بشري وتطحنيه على لترين او لتر ميه، وتحطيه للبط بتاعك كل ما طول دورة البط لحد لما يكبر خالص. ده أهم وأكبر سر لنجاح دورة البط بمنتهى البساطة. ده السبب التاني، إن دايما البط بيحب ياكل ويروح ينام. لما يجي يروح ينام دي لازم يلاقي مكان مرتفع عن المية، مكان ناشف مفيهوش بلل ينام عليه، لأن لو المكان كله تحتيه بلل البط ده مش هينفع. لأن البط برغم إنه هو بيحب المية وبيحب يبهدل الدنيا وبيبوظ الدنيا، لكن عايز ساعة ما يجي ينام على حاجة ناشفة. لو سبتيله الأرض كلها تحتيه بايظة ومبطبطة مية كده، وهو نام فوق المية دي، البط ده مش هينفع. تأكدي كده، مهما عملتي بقى، مهما حطيتي فلاجيل ولا أي حاجة تانية تنفع، لازم زي ما انت شايفة كده الأرض تكون ناشفة، فيبقى الأكل بعيد وله حتة بعيد تانية يروح ينام فيها. ده أساسي عشان تنجحي البط بتاعك. والحتة اللي بينام فيها تكون عالية، هو بيدور على أي حتة عالية كده بعيد عن السقعة وعن المية وينام. البط لو بطنه مصارينه وأمعاءه سقعت ولطتها المية وما تعرفش تتدفى، خلاص مش نافع، هيموت منك كله. دي من ضمن الحاجات الخطيرة أو المهمة في دورة البط، ولازم تاخدي بالك من المعلومة بتاعت النهاردة. لو هي بس اللي فهمتيها وركزتي فيها، المعلومتين دهم، الفلاجيل والمكان اللي بينام في البط، ان شاء الله دورة البط معاكي هتنجح بامتياز. فاضل حاجات بسيطة، اللي فاضل ايه بقى؟ فاضل التغذية، فاضل طريقة الاكل. انا لحد دلوقتي مش هحط له غير علف، عشان شايفاهم كده ايه، عشان امهم لسه كانت اول بشاير فضعاف، هحط لهم اول اسبوع ده بس علف، وبعد كده هنبدأ